السلام عليكم خوتي، معكم زودياك في نوفيل فيديو. خوتي فيديو تاع اليوم راح نهضروا على الحفل اللي راح ينظموه في دولة مصر، والمغني اللي راح يكون ترافيس سكوت. وقبل ما نبداو ما تنسوش تروحوا تفرجوا فيديوهات اللي حطيتهم من قبل، بالك يعجبوكم. ما تنسوش ديروا جيم، ما تنسوش ديروا ابوني لاشين. اوكي نبداو. حفل ماسونية في مصر. ايه يا خوتي، كما سمعتوا يوم 28 في الشهر الجاي راح تقام حفلة لأكبر المغنيين اللي هو ترافيس سكوت، المغني الأكثر إثارة للجدل. اللي في عام 2021 كان بان في واحد الحفلة، وصراو في هذه الحفلة واحد المشاهد غريبة بزاف. وشحال من واحد قالوا بلي هذه الحفلة قدمت كقربان للماسونية. ترافيس سكوت من المشاهير اللي اعلن باللي منضم رسميا للماسونية. ودركا خوتي خرجوا واحد الاشاعات باللي الحفلة تلغات، باللي تم الغاء الحفلة وما همش راح يديروها بسبب الهجوم اللي صرا عليها. وبعد الاحداث اللي صراو في 2021 قرر ترافيس سكوت انه يرجع مرة اخرى لاثارة الجدل في حفلة، وهذا المرة في بلد عربي. وزاد تصرح يا خوتي وحط بوست وقال فيه: يا جماعة نشوفكم في الاهرامات. وكان يوصل ميساج واضح باللي هذه الحفلة برعاية الماسونية. وبالمناسبة يا خوتي الألبوم جديد اللي راح يحطوه راح يكون في هذه الحفلة. وزيد يا خوتي في يوم 28 في الشهر الجاي راح تتعامد الشمس مع الأهرامات في بلاصة الحفلة هذه. وبسبب هذا الناس شكوا وقالوا باللي الحفلة هذه ماهيش راح تجوز على خير. وديما يا خاوتي الحفلات تاعو تكون غريبة ومرعبة بزاف ومثيرة للشك، ويكون فيها الناس بزاف. وفي الحفلة تاعو يا خاوتي اللي فاتت توفاو تقريبا 11 بنادم، وكانوا قدامه 200 وطايحين. وقال ما نقدرش نحبس الغنى، ولو كان نحب حياته راح تروح، يعني راح يقتلوه. وفي الحفلة اللي فاتت يا خاوتي قالوا باللي كان معه واحد يستعمل في واحد المادة اللي كانت السبب في قتل الضحايا في هذيك الحفلة. وذركا في الحفلة اللي راح تقام في مصر الناس خافوا لا تزيد تعاود تتكرر مرة أخرى كما الحفلة الأولى، تعاود نفس السيناريو. كما قلنا كاين بزاف إشاعات باللي الحفلة هذه الغاوها، واذا داروا الحفلة يا خوتي باينة باللي ماهيش راح تفوت على خير. وممكن الحفلة هذه راح تحطم رقم قياسي في الناس اللي حضروا لها، جايين عباد من جميع انحاء دول العالم. التذاكر اتباعت في 11 دقيقة، اتباعت في 54 دولة. 54 دولة، بني ادمين عندهم مصالح وشركات واسر واصدقاء وتذاكر طيران. تذاكر تاع هذه الحفلة تباعوا في 12 دقيقة وتباعت في 54 دولة. ما تنساوش ديروا ابوني وجيم الفيديو باه يطلع. بيس.